الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، في سوريا، في المهاجر، مرحبا. كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله تكون السنة الجديدة 2025 سنة خير وسلام على السوريين وعلى المنطقة بشكل عام والعالم ككل يعني. آه، ف مع دخول العام الجديد هنالك الكثير من المشاكل انتقلت معنا إلى هذا العام 2025، ونناقش. هذا من حقنا الطبيعي أن نناقش هذه المشاكل ونطرح بعض الرؤى والتصورات لحلول هذه المشاكل. فهذا ليس تعكيرا للمسعى بناء الدولة، إعادة بناء الدولة وإعادة سوريا إلى السوريين كما يقال يعني، وتشهده دمشق. هذا مش تشويش أو كذا، لكن هي عبارة عن رؤى وأفكار وانتقادات وملاحظات، ويعني مشوبة بالأمل والقلق والحرص على مستقبل هالبلد، كونه إنه بلدنا يعني. بنخاف على هذا البلد من أي سلوكيات غير مسؤولة أو طائشة أو مشتبه بها، وهذا طبيعي يعني. عندما كنا ننتقد نظام الأسد، أنا يعني وفي دمشق كنت أنتقد نظام الأسد، أيضا الشبيحة وأنصار الأسد كانوا بيقولوا نفس اسطوانة أنه ليس الآن، ولماذا الآن؟ لماذا الآن؟ أنه مشتبه به، أنه البلد تحت حصار والبلد في حرب مصيرية وقضايا وجود من هالقصص هي. وليس لماذا الآن؟ أنه مشتبه. هاي الانتقادات مشتبه بها، وأنه تصطف مع العدو ضد الدولة وضد المجتمع ومن هالقصة يعني. لماذا الآن وليس الآن؟ نأجل الموضوع. مسألة التأجيل ريثما يعني تنتهي القضايا والحروب الأزلية اللي كان يوهم النظام السوري الشعب أنه هو في حرب أزلية مع إسرائيل وهالقصص هي. فالآن نفس القصة كمان، أنه ليس الآن ولماذا الآن. يعني اللي بينتقد النظام الحالي هو حاليا يعني ما فينا نقول انه هو نظام وطني، لانه نظام جهة واحدة يعني جهة هيئة تحرير الشام. يعني مش ما فيها التنوع لحتى نقول انه والله هذا النظام نظام وطني يعني. نظام حزب واحد هو اللي بيضبط المرحلة الانتقالية وفق تصور وفهم وعقيدة هل الكيان السياسي المسلح. ف وهذا الكلام اللي يعني أقوله وقلته وفي إطار يعني كنوع من مساهمة ل يعني استجلاء الأجواء واستشراف المستقبل والتحوط من مآلات يعني وخيمة أيضا تدخل البلد يعني أخرجت البلد من نفق الأسدية البعثية وتدخله في نفق نفق آخر يعني. ما حابب سميه هلا يعني مشان ما أكون يعني متشائم كتير. أنا شوي تفاؤل وشوي تشاؤم يعني، شيء يشبه مصطلح المتشائل يعني، نص على نص يعني. قبل فترة قبل بضعة أيام يعني سن الحكومة الانتقالية وحكومة الإنقاذ، سموها ما شئتم، حكومة جبهة النصرة، حكومة هيئة تحرير الشام، مراسيم
بموجبها تم منح الجنسية لمقاتلين أجانب. مقاتلين أجانب ضمن جبهة النصرة، وفي مقاتلين أجانب ضمن فصائل أخرى كمان، لكن أغلبهم ضمن جبهة النصرة، لأنه معروف نشأة جبهة النصرة كيف، والتحولات التي طرأت عليها من القاعدة إلى الانشقاق للاصطدام مع داعش، الاصطدام مع الفصائل الأخرى. الخط البياني لتطور هذه التجربة معروف، لكن المقاتلين الأجانب بقوا، وعلى ما يبدو سيبقون، لأنه أصلا هم يعني ملاحقين في بلدانهم، يعني من آسيا الوسطى، من بلدان عربية، من مصر، فهؤلاء المقاتلين اللي كانوا ضمن جبهة النصرة هم أتوا مش لتحرير السوريين، أتوا لأنه في عقيدة أيديولوجية جهادية تتحكم بسياق عمل، يعني يعتبروا الموضوع جهاد وذهاب إلى الجنة والفوز بالجنة ومرضاة الله ومناهضة الكفر والإلحاد ومن هالقصص هي، يعني مش لسواد أعين السوريين، يعني مثل المقاتلين الأجانب اللي بينتموا لتيارات يسارية أممية وعدالة ومساواة وهالقصص هي. أصحاب هيك أجندات يعني أكبر وأوسع من الأجندات الوطنية. هؤلاء يعني في كثير من السوريين، كثير يعني من السوريين ما زالوا يعني أمور وتسويات فيما يتعلق بالجنسية لم يحصلوا على الجنسية السورية. و يعني لكن هيئة تحرير الشام شافت أنه كموقف استباقي تمنح هؤلاء الجنسية لعدد 200 واحد، 100 واحد، 50 واحد، 300 واحد، 1000 واحد، مش معروف الأرقام الحقيقية لهؤلاء الأجانب ضمن هيئة تحرير الشام. أنا في ظني وتقديري أنه هذا قرار لم يكن في محله، وقرار لا مسؤول، وقرار مشتبه به، يعني لم يكن في محله لأنه أولويات السوريين حاليا فيما يتعلق بتأسيس الدولة، تأسيس الجيش، الأمن، مؤسسات الدولة، الحوار الوطني، الدستور، كل هذه التفاصيل هي الأولويات القصوى للسوريين وللشعب السوري، مش منح الأجانب الجنسية، الإسراع في منحهم الجنسية. ومسألة منح الجنسية لا أعلم، يعني القانونيين والحقوقيين بيفهموا فيها أكثر مني، لكن أعتقد أنه مش من مهام حكومة الإنقاذ أو الحكومة الانتقالية أن تعقد اتفاقيات أو تمنح الجنسية في حالات طارئة وانتقالية. ما بيصير هذا الكلام، لكن صار أمر واقع. يعني في كثير من الأمور والخطوات اللي يقوم بها السيد أحمد الشرع، أنه حكومة من لون واحد، لأنه التقسيم أو المحاصصة السياسية بده يعطل ويدخل السوريين في نفق سجالات بيزنطية ونصب ومحاصصة والقصصي، فلا خليها في المرحلة الانتقالية حكومة بصوت واحد من لون واحد لحتى نمشي الأمور. يعني من حيث الشكل والجوهر أو من حيث الظاهر وكلام حق، يعني ويخشى منه أن كلمة الحق هذه أن يراد بها باطل، تثبيت شكل معين من الحكم والتمهيد يعني بناء على ما هو موجود يبتنى التصور اللاحق للدولة، للمجتمع، للتعامل مع
المؤسسات. فأنا طرحت هاي الفكرة وانتقدتها يعني والعناصر الأجنبية كيف هيك في لحظة ويمنحون الجنسية وهم يعني عناصر متطرفة. هدلون أجانب دخلوا إلى سوريا، ربما كان بعضهم منتسب للنصرة كمان، مش معروف ملفاتهم وطبيعتهم يعني. دخلوا وفق عقيدة معينة جهادية متطرفة ودولة الخلافة وشرع الله والقصص المعروفة عن التنظيمات التكفيرية والجهادية. أن نكافئهم، أنا مع مكافأة كيف يعني عندما تستقر الأمور في البلاد، وبطلب منهم إذا هن أرادوا. أنا بعرف أنه الجهادي شاف أنه في سوريا فيها منطقة ظلم، فيروح يجاهد يخلص هاي المنطقة من الظلم، يروح على منطقة أخرى. هذا هو منطق الجهادي الأممي أو اليساري الأممي، ومو مسألة أنه يستقر. أما أن يستقر، وأيضا هذا بيكون بطلب رسمي من هذا الشخص أنه خلاص يعني حب هالبلد واستقر هذا وبده يستقر في هذا البلد ويطلب الجنسية أصولا يعني وفق قانون الجنسية وكذا. ومش مشكل السلطة تعمل له شوية دعم، شوية استثناءات، تكريم، يساوي لهم جمعية المحاربين القدامى الأجانب، لكن يكون هذا في سياق واضح وقانوني وشرعي وبعد استقرار البلاد. ما يكون هيك يعني عملية استعجال وسلق وخلاص يعني فرض حالي وانتهى يعني. لكن هذا الذي جرى هون. يعني شخص لنفترض مطلوب من تركيا أو مطلوب من روسيا أو مطلوب من دولة، عفوا، من دولة أوروبية أو من دول آسيا الوسطى، طاجكستان، أوزبكستان، كازاخستان، هالبلدان هاي، أو شخص مطلوب من مصر أو من تونس أو من المغرب أو من العراق، والحكومة الانتقالية الحالية تمنح هالأشخاص الجنسية السورية كنوع من التكريم. هذا في بشكل أو بآخر تصادم مع هاي البلدان، لأنه هؤلاء الأشخاص لربما يعني موجودين على سجلات المطلوبين، لربما أسماء مدرجة على المطلوبين دوليا. أمور واعتبارات كثيرة يمكن يعني النظر فيها أو العودة إليها قبل الإقدام على هكذا خطوة يعني لا مسؤولة ومتسرعة ومشبوهة. أصدقاء يعني عرب سوريين ودخلنا في نقاش يعني عبر غرف الواتساب، البعض يرى أنه يعني نمرقها، وأي انتقاد في هذا الخصوص أنه تشويش على أداء الحكومة ونية مبيتة وثورة مضادة ومن هالقصص هي كلها. يعني عزيزي، الموضوع مش ثورة مضادة، الموضوع مش أنه يعني أداء الحكومة حتى في قضايا الوطنية وقضايا إعادة هيكلة الدولة أو ترتيب الدولة كمان لازم يعني بوصلة النقد دائما تكون موجودة وحريصة ويقظة. ويعني بكل تأكيد أحمد الشرع وجماعته والحكومة والفريق تبعه، يعني أنا لا أعلم مدى استماعهم للانتقادات وبيحطوا هاي الملاحظات التي تقال هنا وهنا وعلى السوشيال ميديا وكذا، يعني بياخذوا هاي الملاحظات والانتقادات على محمل الجد ويراعوا يعني هذه الملاحظات والانتقادات في سلوكياتهم يعني في شغلهم يعني.
هذا أنا ما بعرف بهذا الخصوص. المهم حتى الآن الانطباع يعني إيجابي، ومش يعني، لكن هاي الإيجابية يعني أحيانا تنصدم بسلوكياتك مفاجئة. من ضمن هاي السلوكيات موضوع منح الجنسية للأجانب. هلا يعني هل يحق للسوريين أنه يتخوفوا من هذا الشيء؟ نعم، وهي مخاوف مشروعة، ومش قضية أنه أنا عم ضخم الموضوع. أنا أمامي تاريخ العناصر الأجنبية تسربت إلى ال- الجسد السلطة العربية من أيام العباسيين. يعني فرس على أتراك، والغلبة كانت يعني للأتراك. استمر الموضوع على الزمن الفاطمي أيضا، وبعدين على زمن الأيوبي، الحقبة الأيوبية، اللي كانوا يعني أكراد هن السلطة، لكن العناصر التركية والشعوب القفقاز وكذا تسربوا إلى جسد الدولة الأيوبية، ويعني وصلوا إلى مناصب وقلبوا السلطة. يعني الأجانب المماليك صاروا هم اللي بيحكموا سوريا ومصر، نتيجة التسرب والتغلغل في جسد الدولة العربية. يعني ومش بس هيك، يعني امتد الموضوع لأسرة محمد علي وما بعد ذلك. المهم، فعملية التغلغل العناصر الأجنبية أنه يوصلوا لمراكز حساسة أو مناصب حساسة أو كذا. يعني الآن هؤلاء الذين تجنسوا، في حدا بيضمن أنه بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات ما يصيروا جنرالات في السلطة المقبلة، يحكموا البلد، في وزارة الدفاع، في هيئة الأركان، في سلك الأمن؟ في حدا يعني يقول لا، ما راح يصير هذا الشيء؟ ما في ضمان. لكن هل ممكن انه يصير هذا الشيء؟ ايه ممكن، لانه في تاريخ، يعني يقول عفوا، في تاريخ يقول ويؤكد كيف أن العناصر الأجنبية وصلت إلى مناصب استشارية ووزارية وقيادات جند، وفي الحقبات التاريخية اللي أنا ذكرتها. فأنا ما بعرف ليش هيك دائما هنالك سعي إلى تسطيح الأمور وتدفيها وتبسيطها، وأنه لا، هذه المخاوف الانتقادات مش بمحلها. لا، بمحلها ولها سندها التاريخي، والمخاوف هي مشروعة. يعني لأنه مش أولويات السوريين حاليا. يعني هدول الأجانب عايشين موجودين معززين مكرمين حاليا. يعني إذا استنوا 5 6 سنوات لتستقر البلاد شوي ويصار إلى تكريم ومنح الجنسية السورية، يعني هؤلاء الآن موجودين ضمن هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا. إذا جرى حل ال ال هذا الكيان العسكري السياسي، كما قال أحمد الشرع، هؤلاء العناصر، كل العناصر السوريين والأجانب، ما مصيرهم؟ يدمجون ضمن الجيش طبعا، والأمن. هذه العناصر يعني إن بقيت أجنبية لا يمكنها أن تتبوأ مناصب أو قيادات إذا لم تكن تحمل الجنسية السورية. الآن هي تحمل الجنسية السورية، فصار يعني
أي استيلاء أو أي عملية دمج لجبهة النصرة في السلطة الأمنية والعسكرية ومؤسسات الدولة اللاحقة، ما راح يكون هنالك يعني اعتراض قانوني على أن هؤلاء أجانب. لا، هم سوريين يعني مثلنا مثلهم. مش بس هيك، وحبة زيادة على أساس أنه هن جاي إني أجانب وأتوا لنصرة السوريين وتركوا بلدان وعوائل وأسر وأتوا للدفاع عن السوريين ونصرة السوريين. فيعني حبة مسك زيادة كمان على السوريين. السوري واجبه مناهضة الظلم والاستبداد والجهاد والنضال وكل هالقصص. أما الأجنبي فهو مش مضطر، لكن أتى هكذا يعني مرضاة لله وللشرع الله والجهاد في سبيل الله ونصرة المظلوم. فبتصير عنده حالة التكريم والتبجيل هيك شوي زيادة يعني. هاي المسائل المستقبل اللي منحهم الجنسية السورية وضع نصب عينيه مستقبل هؤلاء. شو رح يكون مستقبلهم يعني في ودور في الفترة المقبلة. وفي تقديري وأتمنى أن أكون مخطئا، أنه هذا الدور لن يقل خطورة يعني عن دور العناصر الأجنبية في التاريخ الإسلامي. ما ننسى أنه الذين يعني حموا نظام بشار الأسد كانوا الروس والإيرانيين حفظ الله الأجانب. اللي قبل ذلك يعني حتى على الثورة الفرنسية كمان، الكتيبة التي كانت تحمي لويس السادس عشر ونظامه وعائلته كانت كتيبة سويسرية أجانب. دائما هنالك استنجاد بالأجنبي أو استقواء بالأجنبي على الوطني. أنا لا أهول من الموضوع، لكن ينبغي ويتحتم علي ومن واجبي ومن حقي التحذير من هيك مسائل. و... عفوا. عمليات التنبيه والتحذير ضرورة ثقافية، ضرورة أخلاقية، ضرورة أدبية، ضرورة وطنية وديمقراطية في هيك مراحل انتقالية. هلا الموضوع صار يعني ما رح أحمد الشرع ما رح يسحب منه الجنسية مرة ثانية، لأنه هو خلاص هو لما منح الجنسية للعناصر الأجنبية حاطط بباله أنه رح يصير يعني انتقادات لهالموضوع، وهي الانتقادات كلامه سيقال في السوشيال ميديا. المهم التنفيذ. هو حاليا سلطة تنفيذية يأمر وينهي وبيساوي وبيظبط، والناس بتقعد معه أوروبيين على أمريكيين على عرب، ما حدا يعني، وسوريين كمان يعني. أجندات هذه القوى التي تجالس أحمد الشرع ما حدا يعني راح يطرح معه هذا البند، بند انه مسألة الأجانب ومنح الجنسية لهؤلاء الأجانب. يعني ويحاطط بباله بهذا الموضوع، بيخطط. في تقديري هل المرونة والاعتدال والهدوء يعني هنالك عقل أمني وراء هذا الموضوع. تعامل جبهة النصرة وتعامل هيئة تحرير الشام وتعامل أحمد الشرع
مع هذه المتغيرات والتحولات، وهو مش ذاتي. في في عقل أمني يوجه عملية التغيير، ربما يكون يعني عقل تركي، وربما ربما يكون عقل أحد الأصدقاء قال لي إنجليزي يعني. بالمحصلة هنالك يعني خلف هذه المشاهد اللي بتشوفوها في شيء، ترتيبات خفية، في بوصلة خفية، في عقل أمني خفي يحرك هاي الخطوط من وراء الستار. هاي المسائل ستظهر ربما بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، أنا لا أعلم. لكن هذه النقلة النوعية الفجائية المدهشة اللي صارت يعني مع جبهة النصرة ومع أحمد الشرع، وهذه المرونة والباعثة على الأمل، شيء حلو، شيء إيجابي ومرحب به. لكن شيء مفاجئ ويعني طبيعي انه يحرك شوي علامات استفهام. بالنتيجة أنا شخصيا لست مع منح الأجانب، المقاتلين الأجانب، الجنسية السورية، لأنه راح يخلق مشاكل مع بلدان هؤلاء، وراح يخلق مشاكل مستقبلية للسوريين مستقبلا. ومش بس هيك، واللي بيبرر هيك لهيك مسائل كمان انه ما نحكي بهالمواضيع. دائما هنالك سعي تبريري انه ما نحكي ونأجل الحكي في هذا الموضوع لبين ما تستقر. ذهنية التأجيل هي موجودة من أيام البعث، أنه ليس الآن ولماذا الآن. نفس القصة يعني، وهي راح أحكي فيها في فيديو لاحق، موضوع الأكراد. يعني في السنوات الماضية عندما الأكراد كانوا بيناقشوا النخب العربية، الكيانات العربية، فيما يتعلق بتثبيت الحقوق الكردية نظريا في الوثائق التابعة لهذه الكيانات. دائما الأصوات اللي كانت تعترض أنه ليس الآن، وخلوها أجلوها لعندما يسقط النظام، وبنحكي فيك إيه نعم، نحن مع المطالب الكردية وهي مطالب محقة ووطنية، لكن ليس الآن، نأجلها. والآن يعني سقط النظام وصار هؤلاء أمام تلك الوعود التي كانوا يقطعونها. هذه تفاصيل راح أحكيها في فيديو لاحق فيما يتعلق بذهنية التأجيل وموضوع الملف الكردي. لكن دائما هنالك شيء، انزلاق نحو مسألة التأجيل، تأجيل النقاشات، تأجيل الانتقادات. هذا موضوع يعني موجود في الوسط الكردي كمان. يعني دائما عندما ننتقد حزب العمال الكردستاني، ليس الآن، وهذه الانتقادات انتقادات قسد تخدم جبهة النصرة وتخدم العمشات والحمزات والعفشات والما بعرف شو، لا تنتقدوا قسد. وهذا المنطق التبريري والتأجيلي التافه موجود في الأوساط الكردية، موجود في الأوساط العربية. ليس الآن ولماذا الآن، وهي الانتقادات تخدم العدو، وهي الانتقادات تخدم النظام السوري، وهي الانتقادات تخدم فلول النظام السوري وثورة مضادة، ومن الكلام العبثي المحكوم بذهنية التأجيل، يعني تحريم النقد، يعني بمبرر التأجيل والتعطيل، تعطيل النقد على أساس أنه هو تأجيل لكنه هو تعطيل. يعني أنه مو هلأ لبين ما تستقر وتستتب الأمور وقتها، يعني ما عاد في داعي، ما عاد في جدوى للنقد يعني. فهالذهنية، ذهنية التعطيل والتأجيل والتماس الأعذار للمساوئ والأخطاء والعثرات والمشاكل الموجودة،
هذه الذهنية موجودة في الوسط السوري على زمن النظام البائد، وموجودة الآن على زمن النظام الحالي، وموجودة في الوسط الكردي، وموجودة في الوسط العربي مع الأسف الشديد. وأنا أكثر شخص عانى يعني وما زال يعاني من هي الذهنية كرديا وعربيا. أكتفي بهذا القدر على أمل يعني العودة لمناقشة ملفات سورية أخرى. دمتم بخير وكل سنة وأنتم سالمين.